عايز اقول لك على طريقه سهله وبسيطه تختار بيها العربيه المناسبه ليك قبل ما تختار عربيه ما تنفعكش. زي مثلا انت بتركب العربيه لوحدك فمش فارق معاك المساحات قوي، ولا معاك عيله 3 4 افراد فمحتاج عربيه يكون فيها 5 كراسي زي دي، او عربيه ثانيه تكون مناسبه للعائلات الاكبر يكون فيها 7 كراسي. او زي ان انت فارق معاك استهلاك البنزين فتجيب عربيه هايبريد، او عايز حاجه تقليديه من اللي انت متعود عليها فتجيب عربيه بنزين، او تسيبك من الاثنين خالص وتجيب عربيه كهرباء. او انك تفكر اصلا من البدايه انت عايز عربيه كروس اوفر ولا عربيه سيدان. الفكره بقى انك محتاج مكان تشوف فيه كل العربيات دي عشان تعرف تقارن ما بينهم صح وتقعد فيهم وتشوف انهي فيهم اريح لك. انا النهارده فتحت صالات العرض الجديده بتاعه شركه اوتوموبيلك في الشيخ زايد، وهم عندهم كل انواع العربيات اللي انت بتدور عليها سواء بنزين او ريف او كهرباء او هايبريد. والاهم كمان انهم عندهم فروع كتير جدا في القاهره واكتوبر وزايد وطنطا وبورسعيد واماكن تانية كتير. فلو انت بتفكر تشتري اي عربيه من موديلات سو ايست هم موزعين رسميين ليها، او لو بتفكر تشتري عربيات من شيري هم برضو موزعين رسميين ليها، او اي نوع تاني من انواع العربيات كلهم هتلاقيهم موجودين في اوتوموبيلك. والاهم ان هم عندهم تسهيلات وعروض جامده جدا بمناسبه افتتاح الفرع الجديد، ويجيبوا لك الموافقه في اقل من ساعتين. فممكن تتصل بالرقم المختصر بتاعهم عشان تشوف اقرب فرع ليك فين وتيجي تبص على العربيه اللي انت عايزها. والاهم تستغل العروض بتاعه الافتتاح الجديد ده عشان تاخد عربيه بسعر حلو جدا ايا كان العربيه دي هي ايه.